عزيزي المستمع عسلامة، عرفتك والله عرفتك باش تحط تسمع الحلقة هذه بالذات. وكما ظاهر من العنوان اليوم باش نحكيو على هاك الناس اللي موجود عندك في الليست متاع الفولورز متاعك على الانستغرام، واللي يتبع فيك وهو ما يحملكش، يبخر بريحتك وماكش فاهم علاش يتبع فيك. بالله يتصور روحك هكا في الحقيقة، قصدي في الدنيا عندك حد ماصد كل يوم واقف لك قدام باب دارك، يستنى فيك، لا يصبح عليك ولا يحكي معاك، أما وين تخرج يشد جرتك وما يفلتكش. عينيه ديما تتبع فيك كل جاسوس متاع الأفلام الأمريكان. توا قول القائل على السوشيال ميديا والحمد لله عندك البلوك اوبشن، تنجم تعمل بلوك للبروفيل اللي ما تحملوش وترتح مخك. أما الحكاية معقدة أكثر من اللي تتصور. البروفيل اللي قاعد يتجسس عليك ينجم يكون مديرك ولا زميلك في الخدمة وإلا حد قريب من العائلة. البروفيل هذايا بينك وبينه علاقة دبلوماسية ما تحبش تخسرها. أما استنى لحظة، تطلعش ينتي هو الناس اللي باش نحكيو عليه؟ ومن غير ما تلعب دور الملاك الطاهر يا عزيزي المستمع، أكيد أنت زادة تعمل ساعة طلع على ستوريات الناس اللي ما تحملهمش باش تشوف وين وصلوا في حياتهم. ونعرفك تعرف اللي ما عندهم ما يزيدوك في حياتك الخاصة، أما كوميم تدخل الستوريات متاع سلمى تلقاها تحكي على النوع الجديد متاع الدراي فود اللي شريته للقطوسة متاعها، ولا مهدي الرحالة اللي مصور العجة بالمرقاز اللي قاعد يطيب فيها على الحطب في الطبيعة، ولا سمير شهيرة البدن اللي عامل شريطة متاع ستوريات يحكي فيها على الهيلثي سناكس اللي ياخو فيهم قبل ما يمشي ترينا. كي تجي تشوف حل الصرة تلقى خيط الستوريات ولا المحتوى اللي تشوف فيه ماهوش هك المحتوى العميق والدمدوم اللي يستحق تضيع عليه وقتك. والسؤال اللي يطرح، علاش نتبعوا في ناس ما نحملوهمش، وعلاش فما برشا ناس ما تحملكش تتبع فيك؟ هذا اللي باش نحكيو فيه مع بعضنا اليوم. أنا خليل، مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست إيجا نحكيو. أنا بتابع ناس أنا فعلا ما مهتمة بيهم، لكن بحاول أعمل توازن في التايم لاين بتاعي بتاع السوشيال ميديا. العبد ذي مثلا ماكش 100% معاه أصحاب ولا من بعيد لبعيد، نخليهم ونعمل هايد من الباج. الحق متاع ربي نعمل هايد من الفيد عندي، ما نشوفهمش ما نتبعهمش ما نشوفهمش ايش يعملوا، منيش انترستد. أما مجاملة نخليه. سمعت قبل كده زول بيقول إنه السوشيال ميديا اللي نحنا أو التايم لاين اللي نحنا بنخلقه في أي منصة بيشبهنا شديد لدرجة بيكون غير واقع غير حقيقي. فما حتى حد ما عندوش عداوات كل عنا. أما أنا بالنسبة لي مجاملة، أما أنا ما نتبعش أخبار عبد أنا ما نحملوش. في الحياة الحقيقية أنت بتقابل ناس مزعجين، ناس مستفزين، ناس ما بتكون حابب شديد إنه يكونوا حوالينك، بس لظروف العمل مثلا ولا السكن بيكونوا هم عايشين حوالينك. بس في السوشيال ميديا أنت بتخلق مجتمع مثالي تقريبا. أنت علاش عندي على الانستغرام؟ to keep in touch، باش نقعدوا on contact، باش نعرف أخبارك، باش تعرف أخباري، مش باش نعرف أخبارك وما نسألش عليك مثلا. فبحاول أكسر الحاجة دي، إنه ما يكونوا كل الناس اللي حوالين في السوشيال ميديا بحبهم ومرتاحة معاهم ومرتاحة لطريقة تفكيرهم. يكون في زول أو زولين قاعدين مش بس عشان يزعجوني، لكن عشان يكونوا مختلفين، يمثلوا لي شكل المجتمع الطبيعي. دكتور بيجي كيرن من مركز البوزيتيف سايكولوجي في جامعة ملبورن تقول اللي الإنسان بصفة عامة يعشق تنسنيس، واللي فما شعور متاع ارتياح نفسي وقت اللي تتجسس على حد ما تهضموش وتلقاه غاطس للعنكوش في المشاكل. أي نعم سيدي، الناس يحب يشوفك، ولا خلينا نقولوا يتمنى يشوفك في وضعية الإنسان الفاشل، كيف هكا يرتاح ويشيخ باش ينسى ولا يتناسى الفشل متاعه هو. حكيت مع البروفيسور جيمي كريمز، مرأة مختصة في السوشيال سايكولوجي، وأكدت لي نفس الكلام.
Essentially, we want to try to feel good about ourselves by making sure that we're better than others. نريد بالأساس أن نشعر بالرضا عن أنفسنا عبر التأكد من أننا أفضل من الآخرين، ولذلك فإن أحد التفسيرات هو أننا نريد التأكد من كوننا أفضل من الأشخاص الذين لا نحبهم، وهذا يبدو منطقياً تماماً. أنا كإنسان وكباحثة في العواطف أدرك أن هناك وجهة نظر ثانية كذلك، وهي شايدنفرويد، وتعني في الأساس استمتاعنا برؤية منافسين أو أعداءنا يعانون. ليس بالضرورة لأن ذلك يشير إلى أننا أحسن حالاً، ولكن يمكن أن يشير ذلك إلى عدم قدرة منافسي على محاولة عرقلة تقدمي أو التأثير علي سلباً، ويصبح بذلك أقل قدرة على إيذائي أو الإضرار بما حققت. Able to harm me and my outcomes. كان ركزتوا مليح، البروفيسور جيمي قالت كلمة غريبة شوية، شادنفرويد. وانا نعمل في البحث على الحلقة هذه عرضني المصطلح هذا، وطلعت كلمة ألمانية يستعملوها وقت اللي حد يتلذذ ويستمتع بالمعاناة متاع شخص آخر، وتعني بعبارة أوضح الشماتة. He actually taught me a new word that day. Yeah, never heard it before. Schadenfreude. German word. Schadenfreude. Right? It means to take great joy in the pain and suffering of others. Fun fact, that word was never translated into another language. I wonder why. حاجة الإنسان للتسنيس ولا للتجسس يا عزيزي المستمع ما هيش جديدة، وهالمصطلحات هذه تظهر لنا ساعات شريرة وسلبية، أما ينجم يكون التسنيس ولا التجسس حاجة مهمة في حياتنا. والإنسان على مر التاريخ استعمل التكنيك متاع الاسبيوناج باش يتفوق على العدو متاعه، ولا يهرب منه ولا حتى ياخو حذره منه على الأقل. بعد الحرب العالمية الثانية وبالأخص في فترة الحرب الباردة كانت فما برشا عمليات تجسس بين الأمريكان والاتحاد السوفيتي، وتعملت برشا أفلام ووثائقيات تحكي على البريود هذيك بالذات. وواحد من الأفلام المعروفة هو بريدج اوف سبايز، إخراج ستيفن سبيلبرغ وبطولة توم هانكس. I don't work for the government. I am here to offer my services as your legal counsel. If you accept them as such, I work for you. Have you represented many accused spies? No, not yet. This will be a first for the both of us. الفيلم مستوحى من قصة حقيقية تحكي على عملية تفاوض وإطلاق سراح طيار أمريكي كان مجدود عند السوفييت، اللي طلبوا في بلاستو إطلاق سراح الجاسوس السوفيتي متاعهم واللي كان هو زادة عند الأمريكان. المفيد الفيلم تحفة فنية، وإذا كان ما تفرجتش فيه لازمك تزيده في الباكت ليست متاعك. شوف، هو كان فيها فضول، وأيضا الندية أنه هذا دائما يحب يعرف أنت وش راك تدير، ونجحت ولا ما نجحتش، درت حاجة جديدة في حياتك ولا ما درتش حاجة جديدة، يتربص فيك، يعني يقابر، احنا نقولوها بالجزائرية، يقابر فيك أنه وين ما رحت ولا وين ما تنفست حاب يعرف. يعني أنا صراحة بشوف أنه احنا عايشين حاليا بزمن الفضول، كلنا بنحب نتعرف على حياة الكل، يتدخل حدا بحياتي أو أنا أتدخل بحياة حدا، كتير بهمني الموضوع، ما بعرف ليه. أولا مرات يقدر يكون حسد وحاب يعرف عليك، وثاني مرات لأنه إذا كان علاقة مباشرة أنه حاب يولي فاتح عينه عليك، يتجسس عليك، يشوف وش راك تدير، يقدر يستخدمها نقاط ضدك. إذا كان واحد شاريها لك حاسفة كما نقول إحنا حاسفة، لا، ما هي الفكرة إنه يضلهم يشوفوا حياتي ويضلهم يستفزوا إني أنا عايشة حياتي طبيعي ومبسوطة. يعني هيك بشوف. أو أنا مثلا أعمل بلوك، لا ما بعمل بلوك، أنا شخص ما بعمل بلوك لأي حدا أصلا يعني. ومش كانت الدول تنسنس على بعضها، حتى الشركات الكبيرة زاد عندها إستوريك في التجسس. في عام 2011 أبل قدمت شكوى بسامسونج على خاطرها تقول اللي الشركة الكورية جست عليها وحاولت تقلد الديزاين متاع ليزايفون وليزايباد متاعها. Apple claims Samsung has illegally copied an operating system it says it pioneered in iPhones and iPads. It's seeking $2.5 billion in damages. وغيرهم من الشركات العريقة كما بوينغ وإيرباص ولا بيبسي وكوكاكولا اللي نهار كله هما عيناهم على بعضهم. كل شركة تحاول تلم معلومات على الشركة المنافسة باش تعرف روحها هي وين بالضبط، يا لندرا خير من المنافسة
وإلا أخيب منها. وكأنه نوع من التقييم الذاتي. كيف زاد نحن البشر نتبعوا في عباد ما نهضمهمش ساعات على السوشيال ميديا كنوع من التقييم الذاتي، على خاطر تو سامبلومون الحكاية هذه حاجة موجودة في طبيعة الإنسان، كما تقول دكتورة علم النفس باميلا راتليدج في تصريح على موقع فايس، واللي سميتها بالسوشيال كومباريزن. السيد مخرج كانت نجم تحط لنا موزيكا فيها أكثر سسبانس، على خاطر السوشيال كومباريزن موضوع كبير ولازمنا نزيدوا نحكيو فيه شوية. أيواش أي هكا هيلة. في دراسة عملت العام اللي فات واللي تنجموا تلقاه على مجلة نيتشر تقول اللي السوشيال ميديا زادت هردت الدنيا وخلت موضوع المقارنة الاجتماعية يتفاقم. وشكون أكثر ناس متضررين؟ المراهقين. قال لك يا سيدي باختصار المقارنة الاجتماعية على السوشيال ميديا عندها تأثير سلبي على النفسية على المدى البعيد وتعطي شعور بعدم رضا على النفس. In the long term, these kinds of social comparisons على المدى الطويل قد يؤدي هذا النوع من المقارنات الاجتماعية إلى سلوكيات ضارة، لذلك يمكن أن يجعلنا التجسس المستمر على الآخرين غير سعداء. تخيل إن كان الأشخاص الذين نتجسس عليهم هم فعلاً في وضع أفضل بكثير مما نحن عليه. قد نشعر بانخفاض في المعنويات وفي تقدير الذات، وربما حتى نشعر بالعزلة لأننا فقط لا نحب هؤلاء الأشخاص الذين هم أفضل منا حالاً. أنا شخصياً اللي ما نفهموش وصححني كان غلط يا عزيز المستمع، اللي يولينا ياسر نحب نوري وحياتنا الشخصية للناس الكل على السوشيال ميديا، للي يعرفك واللي ما يعرفكش. وفي عوض الواحد يلوم الناس اللي تتجسس يلوم روحه وقت اللي مثلا يهبط تصاور ولاده ويحرمهم بالبرايفسي اللي كانوا عايشين فيها، ولا تهبط ستوريات البلاصة اللي ساكن فيها، ولا الكرهبة اللي تسوق فيها. وهكاك انت حليت باب بلا على روحك، وكأنك عطيت مفتاح باب دارك للي يعرفك واللي ما يعرفكش. ومن غير نفاق أنا واحد من الناس كنت نهبط تصور ولادي على الانستغرام، أما بعد فترة حسيت اللي الشيء اللي نعمل فيه يعري نوعا ما حياتي العائلية، حد ما لازم عليا باش نهبط تصورهم. هكاك بالحقيقة هي لونفي متاع التباهي بالحاجة اللي عندنا هي اللي تخلينا نهبطوا حاجات شخصية ونستناو الفيدباك من الفولورز متاعنا باش يزيدوا يقولونا كلام يعجبنا وباش تعطينا جرعة من الدوبامين ونحسوا برواحنا عايشين عيشة حلوة كما اللي عايشينها الناس اللي نتبعوا فيهم على الانستغرام. أما تنسى اللي فما ناس محرومين من نعمة الأولاد، وقتها تراجع روحك يا لندرا اللي عملته صحيح ولا غلط. نفس الحكاية عزيزي المستمع تطبق على التفاصيل الشخصية اللي نشاركوا فيها على السوشيال ميديا. تهبط تصويرة الوالدة مثلا في عيد الأمهات ومعها فقرة طويلة وانت تقول لها في كلام حلو، وتنسى اللي فما ناس متوحشين يقولوا كلمة حلوة لأمهاتهم، ولا ستوريات الماكلة وتواول الفطور والعشاء وخاصة في رمضان، وننساو اللي فما ناس تبات بلاش عشاء. كاين ناس اللي حتى ما خصو فيك لا نجحت ولا فشلت، لكن هي نفسيته صعيبه، ما يحبش يشوف حتى واحد طالع بغض النظر انت يحبك ولا ما يحبكش هذا. وكاين ناس ثانيه ايضا هو لانه فاشل وما يقدرش ينتج وما عندوش هذيك الطاقه ينتج، يولي يستنى اي هذا الشخص انه يفشل، حتى لو كان هذاك ماهوش فاشل حقيقي، هو احيانا يتوهم انه هذاك راهو فاشل. ممكن واحد انسان راهو ينجح او يحقق، لانه حتى الانسان اللي غلط وما حققش النجاح في اول خطوه مش بالضروره انه هذا فشل، لانه اليوم ما نجحش غدوه ان شاء الله ينجح. وكل المشاريع بدات بالفشل اول مره وبعدين نجحت. بالتالي هذا الشخص اللي قاعد يستنى في الفشل تاعك هو اصلا مريض، والطاقه تاعه كلها تروح سلبيه، ماهوش قاعد يخدم. اخدم وخليك من الناس الثانيين احسن. عزيزي المستمع تعرفني ما نحبش نطول عليك، هكا وصلنا لاخر الحلقه، نتقابلوا المره الجايه وبربي تلهي في روحك ونقص بلاتنا سنيس.